تعالي يا ست الكل بقى نعمل صينية البقلاوة دي في البيت بكل سهولة. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، هو ده الكلام. تحفة، صينية بقلاوة تحفة بالمكسرات، هتقدري تعمليها في البيت ليك ولأسرتك بكل سهولة. محتاجين 4 أكواب من الدقيق، وعندنا 2 معلقة كبيرة من السكر، و4 جرام من الملح، معلقة ملح صغيرة خالص. بنقلب المكونات الجافة دي كده مع بعضيها في أي بلاستيكية نقدر نعجن العجينة دي. وبتاخد معانا 250 مللي من المية اللي هو كوب المعيار الموجود في كل بيت. نقدر نحط الكوب بس ما ننزلش بيه كله، تدريجيا، عشان عايزين العجينه ما تكونش طريه قوي، تكون متماسكه وسط كده. وننزل ببقيه الميه، لو احتاجت مني تنسيمه ميه كمان بديها. عجنت العجينه، بعد ما عجنتها ببدا اقطعها بقى عشان في الخدمه اخدمها كويس زي العجان الالي كده. طبعا ما عنديش عجان الي، ببدا انسمها زي ما انتم شايفين، تنسيمه ميه صغيره كده. ونبدا نغطيها بقى باي كيسه، اي قماش عندنا نقدر نغطيها بيها، او استرتش. بعد ما غطيناها لمده 5 دقايق او 7 دقايق، نبدا بقى نخدمها زي ما انتم شايفين كده، نلمها عشان تطلع معانا زي العجان الالي بالظبط. هو ده الكلام، تاخد معانا 5 دقايق خدمه. هو ده الكلام المطلوب، هتقدروا تعملوه في البيت وتعملوا البقلاوه في البيت بكل سهوله. طبعا نبدا نرول بقى على العجينه كده ونسيبها لمده 5 دقايق، وبعدين نبدا نقطعها قطع او اجزاء زي ما احنا عايزين. طبعا دي بتتعمل بالنشا يا جماعه او نشا الذره، بس يفضل حاجه اسمها نشا الذره المصريه، هي دي النشا الافضل لعجينه البقلاوه تتفرد بيها. نشا الذره مش مفضله، الاصح اللي هو النشا الذره المصريه. زي ما انتم شايفين بنبدا نخدعها كده او نبططها زي القرص كده بس على صغير. طبعا بنحطها بقى في النشا كده ونغرقها نشا ونحطها بكيس ونجيبها سيبها جنبنا بتريح 5 دقايق. نبدا بقى نجيب كذا عجينه مع بعض ونفردهم في وقت واحد. طبعا بنحط من كل عجينه وعجينه كميه نشا كبيره من نشا الذره دي، هو افضل حاجه النشا الذره. بنبدا طبعا بعد ما النشا بدا حسينا العجينه هتلزق في بعضيها، بنبدا نحط بقى نشا تاني من نشا الذره دي ونزود، عشان ده بيبقى فاصل بين العجينه والعجينه. بنرقها زي القلاش بالظبط، بس طعمها بيبقى تحفه وخطير. تقدر بقى تحشيها بقى كريم باستري او كاستر او اي حاجه، او قشطه يا جماعه، وتدخلها الفرن. طبعا جميله وتحفه. بنبدا نفرد زي ما انتم شايفين كده لحد ما نرقها تبقى ما تجيش ملي او اقل من ملي طبعا. نفرد بقى نشابه عندنا وبناتش، هو ده المطلوب يا جماعه، تحس ان هي جلاش لكننا عملنا جلاش وافضل من الجلاش في البيت. بنفضه طبعا من النشا بتاعنا ده كده زي ما انتم شايفين. رواياه ازاي يا جماعه؟ هو ده الكلام المطلوب، هتقدروا تعملوها في البيت. عندنا الصينيه بقى كده 28، نبدا ندهنها سمنه او زبده او اي ماده دهنيه عندنا. ونبدا نجيب العجينه بتاعتنا كده بقى، ننزل بالعجينه عليها، نرص بقى كذا طبقه زي ما احنا عايزين. انا رصيت 3 طبقات فوق و3 طبقات تحت. نبدا نسوي الاطراف، ننزل برضو كل بين طبقه وطبقه رشه سمنه او مسحه سمنه بالفرشه كده صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. خلصنا ال3 طبقات كده، نبدا بقى ننزل بالمكسرات بتاعتنا. سهل، هتقدروا تعملوا البقلاوه في البيت بكل سهوله. طبعا المكسرات اي نوع مكسرات تقدروا تعملوه او تحطوه وتطحنوه كده يا جماعه، وتحطوه بقى فستق بندق. طبعا انا حاطط فول سوداني، اي نوع مكسرات تقدروا تحطوه عندكم، وتقدروا تحشوها كريمه برضو. طبعا بعد ما حطينا ال3 طبقات اللي فوق برضو كمان زي ما انتم شايفين، نبدا نقطع التقطيع دي على مزاجك انت، اجزاء اللي انت عايزها طبعا. تقطعها قبل ما تدخلها الفرن. عندنا فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 160، بتاخد معانا من 40 دقيقه ل 45 دقيقه. طبعا عندنا العسل بتاع البيلاوه ده يا جماعه، 2 كوب من السكر كوب من الماء، بياخدوا غلوه مع نص عصره ليمون لمده 10 دقايق على النار. هو ده العسل جاهز معانا ازاي، عسل بارد وهي لسه طالعه من الفرن، حاجه تحفه. تقدروا تعملوها ليكم ولولادكم في البيت بكل سهوله. لو عجبك الفيديو تابعني ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير.